طبة الزيت من اخطر الحاجات في عربيتك، مش اي حد يفكها عشان ممكن اي حد يغلط غلطه يدمر لك المحرك كله. برضك الاهتمام والنظافه بيفرقوا مع الصنايعي الكويس. يعني رحت للراجل ده عمل كل حاجه في العربيه، بينظف ومش عارف يزود عجل ويغير الجلده ويغسل غاز وبنزين وينظف الفلتر، كانه بيتعامل مع عربيته شغال هو ووالده. وما شاء الله عليهم هما الاثنين بيكملوا بعض، وشغل 10 على 10. ما شفتش حد بيشتغل بالطريقه دي. النهارده احنا جينا العمرانيه في مركز موسى عند الباشمهندس محمود، غير لنا زيت وظبط لنا حاجات كتيره جدا في العربيه. انت بتعمل ايه في العربيه غير الزيت؟ والله بنكشف على السوائل كلها من ميه رادياتير لفتيس لباور ستيرنج، وبنكشف على دوره الفرامل، وبنعمل كل الخدمات المطلوبه للعربيه. يعني اي حاجه في العربيه تعملها، حتى تغيير بوجيهات، تغيير تيل، الكلام ده كله مظبوط عندك؟ مظبوط. كله تمام. طب كله والناس تمام. بتاعتنا الكباتن اللي شغاله في النقل الذكي ايه ظروفهم؟ والله انا كابتن زيهم، باول النهار بطلع وكده، وهم اليوم عندي ان الخدمه هتبقى مجانا، يشرفوني في اي وقت، والخدمه بتاعت المحل كلها مجانا. الله يكرمك. هي دوبك الخامات بس. ربنا يصلح حالك. اهم حاجه تظبط الدنيا مع الناس ويبقى الدنيا تمام، ومحدش يشتكي من اي حاجه، عشان في اشتغالات كتيره في السوق والطبه مش عارف تتبوظ، مش عارف الكلام ده عند بتوع الزيت. فاحنا عاوزينك اللي يجي تبعنا تظبط الكلام. لا اكيد طبعا، اي حد هيجي من طرفك طبعا يشرفني. العنوان بتاعه هنا بسيط جدا في العمرانيه، اكتب على الجي بي اس مركز موسى للشحوم والزيوت، هتلاقيه متسجل على الجي بي اس. هو في نزله كمال عامر، وانت نازل من كمال عامر هتلاقي المحل على يدك اليمين مركز موسى. شرفت بيك. وانا كمان ليا شرف والله. يلا بقى مستنيين الرجاله المحترمه بتاعت الجيزه تروح تدعم الراجل ده، عشان الراجل ده محترم ولسه بادئ المشروع بتاعه، ربنا يبارك له فيه.